صباح الخير. حبيت أشرب فنجان القهوة معاكم النهاردة وندردش مع بعض شوية. يا رب الأول في البداية كده يجعل يومكم جميل كلكم يا رب، ويبقى من أحلى الأيام كمان. أنا طبعا اللي يعرفني يعرف إن أنا عندي كيتشن للأكل الجاهز، وإن أنا برضو عشان أفتح الكيتشن ده بصراحة كده ما فتحتوش هباء، يعني كان في دراسات وفي كورسات وفي شهادات أخدتها وفي بحث مستمر، يعني أنا في حالة مذاكرة ليل نهار زي ما بيقولوا يعني. طبعا في ناس كتير جدا بيبقى في تعليقات عندها ان هي نفسها اكلها يبقى حلو، نفسها اكلها يعجب ولادها، نفسها ان ولادها مش على طول يبقوا عايزين ياكلوا اكل من بره. طبعا انا عامله الفيديو ده مخصوص عشان خاطر بس اعرف شوية معلومات كده عادية من الخبرة العادية. انا مش هكلمكم من منظور الدراسة ولا اصول الطبخ ولا الكلام ده خالص، انا هكلمكم من وجهة نظر عادية جدا جدا جدا، اللي هي من خبرة الحياة. ازاي؟ هقول لكم في خطوات كده ايه الحاجات اللي انتوا بتعملوها اللي ممكن تخلي اولادك او اللي في البيت عندك مش دايما بيبقوا حابين ان هم ياكلوا من اكل البيت وبيدوروا على اكل بره. بصوا انا هجاوبكم في اول نقطة من نفس الحاجة اللي انا اتكلمت فيها قبل كده، بتاعت انا كلمة انا بعرف اطبخ حلو وبعرف اطبخ كويس واكلي مش ما حصلش. اللي بتقول الست، يعني الست اللي بتقول الكلمة دي دلوقتي بيبقى عندها شوية ذكاء كده في حاجة، ان هي عارفة ايه اللي بيحبوا اولادها وجوزها واللي معاها في البيت، فعارفة ان هي تظبط الاكل على اساس ذوقهم، فدي بتبقى ست ذكية. وعشان كده حتى انا قلت في مرة ايه في فيديو من الفيديوهات، يا جماعة ما هو مش شرط اللي بتعرف تطبخ لبيتها وجوزها تبقى هي اكلها ما حصلش بالنسبة للناس التانية، لا هي ممكن يكون لاهلها والناس دي بس عشان هي عارفة ذوقهم، وده ذكاء منها، ده الصح. ما هو مش من الصح، هو في كده يعني بتبقى حته من الغباء كده ان انا ابقى عارفه ذوق الناس اللي عندي ايه واعمل لهم انا حاجه تانية. فكده انا جاوبتك في البدايه على اول سؤال، يعني جاوبتك باول نقطه. انت عايزه اللي في البيت ياكلوا من اكلك ويبقوا مبهورين بيه ويبقى اكلهم اكلك ما حصلش بالنسبه لهم، لازم حضرتك تعملي لهم الاكل اللي على ذوقهم. اللي بيحب الملح بشكل معين تعمليهوله، اللي بيحب الملح مش موجود اصلا في الاكل تعمليهوله، اللي بيحب فلفل اسود كتير تعمليهوله، اللي عنده حساسية من الفلفل الاسود ما تحطيش. لازم تشوفي ذوق الناس اللي معاكي ايه. فاول حاجة بخبرة الحياة بمنتهى الاريحية كده، عايزة اكلك حلو يطلع حلو، شوفي الناس اللي في البيت عندك حابين ايه واعمليه لهم، فول ستوب. طيب ايه تاني حاجة انا لاحظتها بتخلي الاكل مش لطيف وتخلي الناس مش حابة ان انت تاكل من اكلك ويدوروا على اكل من بره؟ انا سمعت معلومة مرة من ام كده ان هي منع السكر وكل مشتقات السكر والعسل والكلام ده كله لابنها. فقلت لها طب انتي ليه بتعملي كده؟ هو الدكتور امر بالكلام ده ان هو يتمنع عن السكريات عامة بوجه عام؟ كانت اجابتها ان هي قرت بحث وسمعت من دكتور كده في قناة ان السكر ده بيعمل هايبرة للطفل وبيخليه يلعب زيادة عن اللزوم وبيخليه ما ينامش كويس وبيسهر كتير جدا 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 وشقاوته بتبقى عالية قوي قوي قوي. فهي منع السكر عشان ابنها ما يتشقاش، عشان ابنها ما يلعبش كتير، عشان ابنها ينام بدري. بصوا انا مع احترامي للدكتور اللي قال المعلومة دي، بس هو اكيد كان قصده عدم الافراط في السكر. هو طبعا الافراط في السكر حاجة مش كويسة وانا معترفة بالموضوع ده، لكن مش معنى كده ان احنا نمنع السكريات خالص. والهدف كمان اللي هي منع عشانه السكر هدف بصراحة انا شايفاه ان لا، انت عشان تريحي دماغك ومش عايزة دوشة في البيت ومش عايزة طفل يعمل شقاوة تمنعي عنه حاجة من الحاجات اللي ربنا خلقها في الحاجات اللي في النباتات والكلام ده كله والجسم محتاجها. يعني طب انا بقى سمعت من دكتور تاني ان السكر ده بيغذي خلايا المخ،
بيساعد على نمو خلايا المخ. هنصدق دكتور مين وهنكذب مين؟ هو اللي بيبقى قصده الدكاترة احيانا عدم الافراط مش المنع. يعني اي دكتور لما بيجي بيتكلم مع حضرتك بيكلمك عن عدم الافراط في اي منتج من المنتجات. طبعا قيسوا على نفس الموضوع الستات اللي بتمنع الملح يعني برضو في واحده قالت لي ايه، لا اصل انا سمعت عن خطوره الملح فبقيت بعمل الاكل كله من غير ملح. النموذجين بقى اللي انا قلتهم دول، اللي منع السكر واللي منع الملح، ولادهم اول ما بتجيلهم فرصه ياكلوا اندومي، ياكلوا مش عارف نودلز، ياكلوا مش عارف ايه حاجات كده اللي هي بتتباع، اللي هي الوجبات الجاهزه دي، ما بيترددوش بالمعنى الحرفي، وبيدمنوا الحاجة دي لأن الحاجة دي ممنوعة عندهم في بيوتهم. فانت كده بتشجعي ان ابنك يبقى معجب جدا بالأكل البره، لأن أكل بره له طعم عن أكلك. يعني انت كده خليتي أكلك ملوش طعم ولا لون ولا ريحة ولا أي حاجة. انت بس قعدتي سمعتي من كام دكتور ان ده غلط وده غلط، فعمالة تشيلي ده من أكلك وتشيلي ده من أكلك، فخليتي أولادك ما عندهمش أي شغف للأكل بتاعك. بالعكس أي حاجة بياكلوها من بره، سواء مش نظيفة، سواء مش حلوة، سواء مش معمولة بنفس إتقان حاجة البيت، الكلام ده كله لا طبعا بيجروا عليها. فدي بصي دي نصايح من خبرة الحياة عادية جدا، مش محتاجة دراسة حضرتك. لأن هو في برضو معلومة أنا هقولها لك كده، مع احترامي للشيفات الكبار ومع احترامي للناس، الاكل ملوش قواعد ولا ثوابت بالشكل اللي احنا فاهمينه. الحاجات اللي ليها قواعد اللي زي ايه، مثلا البشاميل عبارة عن دقيق وزبدة او سمنة ولبن، دي قواعد، دي ما حدش يقدر يتكلم فيها. لكن مثلا انا هحط ملح على البشاميل قد ايه، لا دي بقى مش قاعدة، لان ممكن يكون انسان بيحب الملح وانسان ما بيحبوش. فدي النقطة اللي احنا محتاجين بس نفهمها ونستوعبها. الاكل والشرب ملوش قواعد بالنسبة لاي انسان. زي كده انا حضرتك انتي بتشربي القهوة زيادة، انا بشربها مظبوطة، غيرنا بيشربها على الريح. فاذا ان انا لو عملت للشخص اللي بيشرب القهوة مظبوطة قهوة زيادة او سادة مش هتعجبه حتى لو هي حلوة. فانتي عشان تطبخي حلو لازم تشوفي اللي معاكي في البيت بيحبوا ايه وبيفضلوا ايه، وتجربي لهم الاكل باكتر من طريقة. انا برضو يعني في حاجة من الحاجات اللي حصلت لي، ان انا قعدت سنين جدا ما باكلش كوسة. يعني كانت والدتي الله يرحمها كل اللي بتعمله ان هي بتعمل الكوسة المطبوخة او باللحمة المفرومة او بتعمل كوسة محشية. فانا مش عارفة ليه كل ما اجي اكلهم مش عارفة، لحد ما مرة جيت جربتها سوتيه ومشوية وكلام من ده، لقيت طعمها حلو جدا. فطلع ان انا ذوقي في الاكل، انا ما بحبش الكوسة في حالة المطبوخة والمحشية، انا بحبها سوتيه، بحبها متشوحة في زبدة، بحبها كده. لما اكلتها كده ابتديت بقى اكلها بالاشكال التانية. فاذا ان احنا برضو نحاول مع اولادنا، التنوع مهم، ما يبقاش هو ما بيحبش حاجة بطريقة معينة خلاص انا اقف على الطريقة دي، لا ادور على طريقة تانية اعمل له بيها الاكل. ما عجبتوش الكوسة سادة اعملها له باللحمة مرة، ما عجبتوش الكوسة باللحمة اعملها له محشية، ما عجبتوش الطريقة دي اعمل له شيخ المحشي، احط له عليها اضافات، احط له على اللحمة سماق، اعمل له حاجات، اغير في الكوسه واغير في طعمها، اعملها له سوتيه، اعملها له مقليه زي الباذنجان. ففي اشكال كتيره جدا ممكن اعملها اخلي الشخص ده يحب الاكله دي، لكن مش اللي هو ما بيحبهاش اعملها له كل مره بنفس الطريقه وانا مصممه وراسي الف جزمه لازم هو ياكلها بالطريقه دي ومفيده لجسمه ومفيده لقلبه، وهو اللي مش راضي ياكلها وهو كارهها لدرجه ان هو بيرجعها قدامك. طب انت عايزه ايه تاني؟ يبقى نخلي كده نفتح مخنا ونخلي فيه شويه ذكاء ونجرب ونعمل حاجات وننوع الدنيا ونظبط الدنيا عشان خاطر فعلا ولادنا يعرفوا ياكلوا. دي كلها نصايح بسيطه جدا، مش محتاجه دراسه، مش محتاجه اي حاجه، هي محتاجه منك شويه اهتمام كده
ومجهود شويه في انك انت تعملي اصناف متنوعه. والحمد لله الانترنت دلوقتي بقى مليان حاجات تقدري ان انت تعرفي وصفات كتيره باشكال متنوعه. يا رب اكون قدرت النهارده اقول لك كده معلومات بسيطه تخليكي تطبخي احلى اكل في الدنيا لاولادك. وشكرا.